بطل الدوري اللي يحصد النقط، بطل الدوري اللي يصحح من أخطائه، بطل الدوري اللي عنده دكة بدلاء ممتازة، بطل الدوري اللي يمتلك شخصية البطل وهوية البطل. انتوا اليوم متفقين ضدي ولا شو بالضبط؟ وأتمنى إذا يسمعني بعد تكتبون من وراي وتحضرون من وراي. ليش الاتجاه المعاكس هو؟ الرأي الثاني. إيه. حلاوة مباراة الوحدة والعين تكمن في شيء واحد، نروح للمنافس الأقوى والأقرب للعين. يعني أنت مسوي سيرش عليه ومن شخص روماني ومن لاعب كبير برومانيا سألت عليه وانطاني فيدباك جدا ممتاز عليه. قال لاعب 6-6، هو مهاجم رقم 5. انت لا تبي تلوم مدرب الوحده، لا تبي تلوم مدرب الوسط. انا انسان واقعي. انت فقيه. انا لازم شوف اسمع قاعدينك نصير مدربين. انا مو نصير مدربين، انا نصيب الواقع. لا تبين حق الناس. لا هو مو فيلم. صح انا وياك. لا تبين حق الناس. اليوم انا بعطيك مثال. اذا انا في الملعب وانت لعبت لا ابو ضياء، لا المثال غلط. اشر حق الجمهور. المثال غلط. اقول حق الجمهور لا المثال ليش تلعب لي باص غلط؟ لا انت اشتري ده يلعب ضد الوصل، ايش تريده يقعد على المصطبة؟ لا بالعكس، انا امانه انا لو يوقف على الخط، لو يوقف حق حمد. تدري ليش؟ اذا في فريق لازم انك انت ما تخسر منه هو العين. دورينا اليوم النقطه ما تتعوض. انت عندك امكانيات انك انت تكون لاعب ارتكاز رقم 1، مو بس على اللاعب المواطنين، على اللاعب الاجانب. هذا الفيديو احتفظوا به. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عدنا اليكم من جديد. نرحب بضيوفنا كابتن احمد ضياء، كابتن نشأت. حبيبي يا سماح. مرحبا وسهلا. وعلى طول نروح على جدول الترتيب. نشوف معاكم جدول الترتيب وتعطونا رأيكم في الجدول نفسه. ضياء. العين ما زال في صدارة جدول الترتيب 30 نقطة، وراء شباب الأهلي ومن ثم الوحدة والوصل. هذا يعني الرباعي اللي تقدر تقول عنه اتضحت ملامح المنافسة. جميل. صحيح في أندية ابتعدت، ولكن بلغة الأرقام لا زالت موجودة في صلب المنافسة. طبعا في مباريات مؤجلة، مباراة واحدة باقي اللي هي مباراة شباب الأهلي. نعم. ممكن هذه المباراة جمال، ممكن هذه المباراة إذا قدر يكسب فيها وياخذ 3 نقاط راح تبقى بينه وبين المتصدر نقطة واحدة. أعتقد راح يكون ضغط على جميع الفرق أمانة. يعني حتى العين راح يروح مباراته مع الوحدة، يعني فرق لما تكون بينك وبين الوصيف فارق نقطة أو فارق نقطتين أو 3. صحيح. عرفت؟ فهني يختلف التعامل مع المباريات القادمة. كابتن نشأت. يعني تقدر تقول من أول 3 هم الأقرب، بس ما تستبعد الوصل والجزيرة. يعني بعد أنت بالأخير مو بس الوصل والجزيرة عندهم مباريات، حتى بقية الفرق العين وشباب الأهلي والوحدة عندهم فرق. صح. ممكن هذا دوري مختلف، يعني في أي لحظة ممكن قد يكون أكو تعثر أو سوء أداء أو ممكن حتى عدم توفيق. فأنا أشوف ال5 الكل موجودين، لكن الأقرب دول ال3 حتى من ناحية المستوى الفني والمردود، يعني الفني إذا كان فردي وإذا كان جماعي هم الأفضل. حتى يمكن جدول مباراة الوحدة والعين القادمة يعني راح تخدم مصلحة الشباب الأهلي بشكل كبير. يعني نعم صحيح. مباراة فريقين متنافسين ينافسون. هذه بنتكلم عنها آخر الحلقة أكيد، بس يعني محور. لكن أنت شو رأيك في جدول المنافسة؟ والله الجدول جميل صراحة. اليوم يوم بتي تتكلم عندك 4 فرق، وكل فريق خلنا نقول 5 فرق، وكلهم عندهم الإمكانية أنهم يأخذون بطولة الدوري. نشوف مستويات على قولتهم دائما المراكز الثاني والثالث والرابع في تغير. عرفت؟ المتصدر بعده متمسك بصدارته، لكن في لعبة كراسي صايرة تحته، وهي لعبة الكراسي. أنا أشوف شباب الأهلي دامنا وصل المركز الثاني كنا نتكلم على هاي النقطة. شباب الأهلي ترى يقدر يغلب أي فريق، وهذا الشيء يعني ياسين نشوفه وهو قادر الصراحة. وعنده مباراة مؤجلة أتوقع أن شباب الأهلي يعني أنا أشوفه والعين سمعة. تدري شنو أحلى شيء بهذا الموسم؟ إحنا هسه الدور 12. للدور 12 أنت إلى الآن مو عارف منه اللي بطل الدوري، يعني لأنه في منافسة جدا شرسة. صحيح. تتكلم على 5 فرق، إحنا الدور 12 وفي لعبة مؤجلة لشباب الأهلي. الدور 12 أنت إلى الآن
مو عارف هويه البطل. هويه البطل او شكل البطل او اسم البطل. صحيح. ندخل في تفاصيل المباريات، وبداية على المتصدر. العين لعب مع الظفرة، صحيح أن فوز كان صعب جدا، ولكن في نفس الوقت كل ما يهم فلاديمير إيفيتش في هذا التوقيت وهو 3 نقاط. ليش واجه العين صعوبة في مباراة الظفرة وفي ملعب الظفرة برايكم؟ يعني ليش هو الظفرة سهل بملعبه؟ يا سلام عليك، اكيد 12 نقطة في ملعب. لا صح ولا لا؟ صح. انا استغرب يعني من البعض يقول والله العين بصعوبة فاز، هو الظفرة سهل في ملعبه. ظفرة آخر مباريات كيف أداء داخل الملعب، كيف توهج اللاعبين، كيف قيادة المدرب، غير المدرب شلون غير من شكل الفريق، إنه فريق كيف مؤثر ومزعج بشكل كبير داخل ملعبه. فأنا أستغرب من البعض والله العين ما ظهر بالشكل الجيد. لا، العين أخذ 3 نقاط. أنت مو بالضروري تلعب لك 20 مباراة أنت بالقمة وأنت ما تأخذ نقاط. شنو فائدة إنك أنت تلعب زين وما تأخذ النقاط؟ بطل الدوري اللي يحصد النقط، بطل الدوري اللي يصحح من أخطائه، بطل الدوري اللي عنده دكة بدلاء ممتازة، بطل الدوري اللي يمتلك شخصية البطل وهوية البطل. بطل الدوري يختلف عن بطل الكاس. صحيح. نسأل عليك. بس سؤالي، أنا عندي اختلاف مع بعض الآراء اللي سمعناها مؤخرا، خاصة بعد هذه المباراة. كثير يقول العين ما لعب ولا العين ما قدم. أنا استغرب اليوم العين في هذه المباراة خلق أكثر من فرصة تسجيل، صح ولا لا؟ صحيح. المعاناة اللي كان يعانيها العين من يترجم هذه الفرص إلى أهداف. حلو؟ فاليوم أكثر من فرصة، سجل أكثر من هدف واحتسبت عليه أوفسايد، صح؟ وصل أكثر من مرة إلى مرمى الخصم، ولكن عانى في عملية التسجيل، في عملية كذلك كان قليل الحظ أنا أشوف في هذه المباراة، وكان هو مستحوذ وهو الأخطر وهو اللي مسيطر. هذه الظروف ممكن تواجهك أنت كمتصدر، كذلك تلعب أمام خصم متمرس مثل ما تفضل كابتن نشأت على ملعبه، تلعب أمام مدرب يجيد التنظيم الدفاعي اللي هو بروزوفيتش مدرب الظفرة، تلعب أمام لاعبين حافظين دورهم عدل في أرض الملعب، عارفين كيف عملية تقارب الخطوط، تضييق المساحات على فريق العين. وفوق هذا كله العين قدر انه يسيطر، قدر انه يوصل الى المرمى، وقدر يخلق اكثر من فرصة. انا اضيف على كلامك كابتن احمد، موضوع ان الكل يشوف، يبى العالم تشوف كرة القدم بعيونه. يعني اليوم نحن كلاعبين احنا لعبنا في مباريات، انت مهم انك انت تفوز. صحيح. انا ما يهمني كيف شكلي اليوم، لأن أوقات أنت بتمر في سوء ظروف، أوقات أنت تمر في حالة غير جيدة. الأسبوع كان مو بزين بالتدريب، يمكن فيها حالات لا سمح الله نقول في إصابات، أمراض، مرضى، خلي يكمل إصابة، مريض لاعب يجيك المباراة مريض. فأنت في ظروف ما تعرفها. بس أنا اليوم شو مطلوب مني؟ أحقق النتيجة. وهذا بطل الدوري. بطل الدوري عليه أنه يتعامل مع الظروف. واليوم الكل يستسهل نادي الظفرة. نادي الظفرة يملك لاعب حسم بطولة عربية حق منتخب بلاده. بالضبط. يعني أنت عنده قيمة فنية، عنده لعيبة. يعني أنت ياس وسجل أكثر لاعب سجل براسه، أكثر لاعب سجل براسه، أكثر لاعب في عوامل. نحن اليوم ما ننظر على قيمة الفريقين وأسامي الفريقين ونحكم أن هذه المباراة مفروض أن العين يكون فايز فيها لأنه هو متصدر ولازم إنه لا في مباريات أنت تشوف حتى على أكبر مستوى العالم، يعني في بعض الفرق تعاني من الفرق الصغيرة في دورياتها وهو متصدر. فهي كرة القدم يعني. إسماعيل، شوف أنا في وجهة نظري، شوف نعم، الفريق الجيد، الفريق الممتاز، الفريق اللي خلينا نقول الفريق اللي متصدر، متى تقدر تقيم الفريق إنه تقول هذا الفريق بدأ ينهار؟ من يستقبل أهداف كثيرة، صح. واحد، ومن ما يقدر يخلق فرص. صح. أنت لو ترجع تجي للعين آخر 3 مباريات كم هدف اللغة للعين؟ كثير. اللغة سجلت واللغة صح ولا؟ كم فرصة ضيع العين؟ صح. من اللي يبدا يسجل بالعين؟ يعني مباراة الشارجة من اللي يسجل؟ رحيمي ولابه. جاء في مباراة الظفر، أنا أخذ لك مثال بس آخر مباراتين اللي سجل لابه وشادي والشادي. فأنت تشوف إنه في أكو تنوع موجود بالفريق،
وفي وصول للمرمى وفي تسجيل اهداف. هسه قد يلغى الهدف بسبب قد يكون يعني كره خارج الملعب، كره اوفسايد، كره، لكنه كمؤشرات انا اشوف انه يعني انا ما اتفق مع اللي يقول والله العين ما كان بمستواه الطبيعي. صحيح. العين لا، العين جيد، العين محافظ على الصداره. بالاخير العين قاعد يلعب مع فرق جيده، فرق قويه. تتكلم على الظفره، غلب الشارجه وغلب الظفره. شو اللي تريده انت خلال 5 ايام 6 ايام هو ماخذ 6 نقاط بالضبط. بعدين في نقطه جوهريه، العين قاعد في حاليا يفتقد يعني 2 من الاجانب اللي فارقين معه. رامي ربيعه اللي هو قائد وليدر في خط الظهر، سفيان رحيمي صانع هدف المباراه الاخيره، وجايب هدف بعد، وجايب هدف، صانع هدف مباراه كوت ديفوار. وسفيان رحيمي خلال غيابهم لعب 3 مباريات قدر ياخذ 7 نقاط. انا اشوفه صراحه رقم ناجح. تعادل مع النصر، فاز على الشارجه، وفاز على الظفره. المباراه القادمه ايضا راح يلعب وبغيابهم كونهم تاهلوا الى منتخباتهم الى نصف النهائي. السؤال يعني انتم تشوفون هل في مشكله كانت في التنظيم، ولا في ايقاع رتم اللعب، ولا غياب الحلول الفرديه؟ السؤال قبل لا تروح اسماعيل، هاي 3 لعبات اللي ما لعبوا ذول اللاعبين اللي ذكرت اساميهم تغير من شكل الفريق؟ ابد. حسيت اكو خلل بالفريق؟ ابدا. اذا شنو؟ اذا اكو مدرب جيد، واكو لاعبين جيدين، واكو دكه بدلاء جيده. نعم. فانت لو اللاعبين يكونون موجودين اكيد راح يتغير اداء الفريق وراح تكون اضافه. لكنه بالمجمل انا ما اشوف، يعني اكيد لاعبين كبار هم مغيرين مؤثرين بشكل كبير، بس انا اشوف اللي موجود دا يؤدي، و10 على 10 بالنسبه لي. طبعا ما يخفى عليكم من العين في الايام الماضيه دعم صفوفه بلاعب وسط جديد اللي هو الروماني ادريان شوت. فهل تشوفون ان هذا اللاعب ممكن راح يغير من اسلوب لعب العين؟ شويته شكله. شويت ادريان شوت على اسمه يعني. فما ادري شو تشوفون، يعني هل راح يغير اسلوب العين؟ يعني وين راح تكون الاضافه؟ هل راح تكون اضافه في بناء الهجمه، ولا في التوازن الدفاعي، ولا في الضغط العالي؟ لكم يلا ابي اسمع منكم. يعني احنا شفنا في مباراه الشارجه تراوري كان يلعب على الطرف اليمين، وبعدين عندما احتاجه في بعد الطرد دخله في وسط الملعب، وكان بحاجه كبيره للاعب 6 مثل ما ذكرنا احنا انه العين محتاج بشكل كبير لاعب 6 حتى في عمليه التنظيم وعمليه خروج الكره من الخلف. احنا حتى في مباراه الشارجه اشكلنا انه كيف كانت تخرج الكره اكثر، كان خروج الكره كان من الاجناب وكانوا مؤثرين بشكل كبير من الاجناب. انا اعتقد وانا سالت على اللاعب مميز، واللاعب 6 يعني انت مسوي سيرش عليه، ومن شخص روماني ومن لاعب كبير برومانيا سالت عليه وانطاني فيدباك جدا ممتاز عليه. قال لاعب 6 مش لاعب 8، يعني لاعب 6 حقيقي، لاعب يعرف يلعب بمكانه، يعرف كيف قطيع. ميزته الكبيره انه يوصل للمرمى ويشوت، وانا اشوف هذه ميزه جدا مميزه انه لاعب 6 عنده نزعه هجوميه او عنده رؤيه او ممكن انه جراءه انه يسدد. انا اشوفه راح يكون اضافه. تقول لي راح يغير من شكل الفريق؟ انا ما اعتقد راح يغير، لانه في المباراه اللي راحت لعب تراوري شاله من طرف اليمين، لعبه في بالضبط كلاعب محور. اليوم طبيعي جدا ارجع تراوري في مكان اللي لعب وكان مميز في المباراه، واجيب شوت في منتصف الملعب، اضافه الى خصوص ممكن يلعب هو وتراوري بالنص بعد، ممكن، لكنه انا يعني ما اتوقع، ما اعتقد، يعني ما يجازف. مدرب العين ما يجازف. مدرب العين يعني واحد من المدربين اللي ما اريد اسميه كلاسيك، لكنه عنده قدسيه لطريقه اللعب. هذا يعني عنده قدسيه، وعنده يعني طريقه اللعب لا تمس. وحتى مع تغيير اللاعبين ممكن 1 أو 2 يغير بادوارهم داخل الملعب، لكنه بالمجمل تشوفهم نفسهم. كاكو نفس المكان، بلاسيوس نفس المكان، لابا ممكن ينطي ادوار في بعض الاحيان يسقط، لكنه بالمجمل تشوف انه هو عنده قدسيه لطريقه اللعب، وحتى لو وظائف لاعبين. يعني انت تشوف كابتن اسماعيل اللاعب هذا هل بيضيف لدورينا؟ هل بيضيف لفريق العين؟ انا اتوقع انه بيضيف للعين المواصفات، وطبعا الطريقه اللي اتكلم عنها كابتن نشأت اليوم. اذا انا اشوف طريقه او اسلوب نهج العين الهجومي
تشوف الظهيرين، اذا الكره من اليمين تحصل الظهير اليسار هو اللي مسكر على راس ال 18 من الجهه المعاكسه. افتكاك الكره محتاج لاعب 6 يقدر انه هو يتوقع ويعرف يتمركز ويمحور نفسه في خانه انه يمنع الهجمات المرتده. انا ما بقول هالشيء كان موجود في نادي العين، بس يوم بتيجي تشوف امكانيات اللاعبين اللي موجودين في نادي العين سواء من مواطنين يحيى نادر ولا محمد عباس، 8 اكثر منه 6. صحيح. فانت في هالمركز اذا اللاعب بالمواصفات اللي ذكرت اتوقع ان هذا راح يضيف للعين كونه بيكون عنده عارف كيف يتمركز عشان يقطع الكرة، عارف وين يحط نفسه في الخانة اللي يخدم فيها الفريق. واتوقع المدرب عارف هو شو يبغى، عارف شو يبغى، عارف ليش يبغى اللاعب، واتوقع انه اكيد راح يضيف حق العين. احنا جو كنا نسولف على شوت وعلى الريكومنديشن اللي اجى من مدرب انه جيبوا اللاعب الفلاني، وانت تطرقت لجزئيه جدا مهمه. نعم. قلت اللاعب شلون؟ انا اقول دائما على حسب من يقدم لك اياه، انه اوقات انت على حسب نظره المدرب اللي شاف اللاعب، لان اوقات في مدربين يقول لك انا ابغي هاللاعب بس هو ياس يشوفه في سيستمه هو، طريقه لعبه هو. صحيح. مو بشرط انه هو يخدم سيستمك اذا انت جبته، لانه هو يلعب بطريقه معينه يحتاج فيها مثل هالنوعيه من اللاعبين. فاوقات هذا الخلافات اللي تصير، يعني انت اليوم يجيك واحد يقول لك انا يركمند خلينا نقول بنتيكي كمهاجم، بس هو فريقه يلعب على عرضيات، بس الفريق اللي انت موجود هذا زين بس الفريق ما يلعب على عرضيات. في الدوري الانجليزي بينجح بالضبط، بس بتروح تحطه ببرشلونه بقاعد يشوف المباراه مثل ما ياسين يشوف. انا لو سالني السؤال اللي سالته الاسماعيل راح اجاوبك بطريقه ثانيه. تقول لي هل هو راح ينجح؟ اقول لك ينجح بسبب واحد، انه يتاقلم مع الاجواء. مو اي لاعب يجي يتاقلم مع صح. اجواء الدوري. هسه اوكي الجو حلو، انا ما دا اتكلم على اجواء الطقس يعني. اجواء الدوري، طبيعه البشر، اجواء الفريق، البيئه المحيطه. صحيح. لو تاقلم ينجح، بس لو يبقى اللاعب فاصل عن المجتمع وفاصل عن الفريق وفاصل عن الاجواء اللي موجوده والاجواء المحيطه، انا اقول لك لو تجيب افضل لاعب في العالم وعايش يعني عايش بعالم موازي اخر ما راح ينجح. لازم اللاعب لابد انه يتاقلم مع المجموعه، يدخل مع المجموعه، يعيش ابسط التفاصيل. متى ما عاش اللاعب ابسط تفاصيل، واحنا مروا علينا كابتن اللاعبين اكيد يعني هواي لاعبين اسامي وهواي لاعبين بسيطين لكنه سووا ريكورد جدا عالي. ليش؟ بسيط، لاعب يؤدي ادوار بسيطه بس يمشي لابعد نقطه. ليش؟ لسبب لانه هو تاقلم مع الاجواء، اندمج مع المجتمع. انزين نروح للمنافس الاقوى والاقرب للعين اللي هو شباب الاهلي. جميل. وانتصارين مقنعين امام البطايح وامام الوصل، مبارتين سجل فيها 7 أهداف، يعني قوة هجومية كبيرة في ظل غياب المهاجم الصريح سردار آزمون. ولكن قاعد نشوف هناك تنوع تهديفي عند هذا الفريق، قاعد نشوف تدوير بالأسماء قاعد يقوم فيها باولو سوزا، قراءة هذا المدرب، يعني الخيارات التكتيكية اللي قاعد يؤديها رغم كثافة الأسماء، رغم السكواد الكبير اللي عنده في الفريق، لكن إلى الآن أمانة ناجح. أنا أشوفه باولو سوزا في إدارة النجوم وإدارة هذا الفريق. دام منك نهيت عند باولو سوزا أنا ببدأ من عنده. طبعا نحن بشر، البني آدم دائما يخطي، ونحن لاعبين، وأكيد نحن كنا لعبنا وعشنا هالمواقف، وفي يصير اختلافات بين اللاعب والمدرب. لكن أنا ما أحب دائما أن نحن ناخذ الشيء من الجانب أن نحن ننتقد الحلقة الأطراف اللي هو اللاعب. دائما واللي تعلمته من المدربين أو من خبرتي في كرة القدم، اللاعب دائما هو اللي مطالب داخل المباراة، هو اللي منرفز، هو لازم يكون مركز. أوقات في ناس يوم تكون مركزة أكثر عن اللازم تطلع عن طورها، وهذا الشيء حصل لنا كنا، يعني ما في نحن
انا رديت على مدرب اثناء المباراه، عرفت؟ في مدربين عالميين كبار رد يتضارب مع المدرب محترف صار له سنين وعايشين في بيئه محترفه. اذا نحن ياسين نتكلم عن الاحتراف، انت الحين بتتكلم عن جزئيه حمد المقبالي مع باولو سوزا. انت كمدرب انت مفروض تكون الطرف الاهدى اللي يتعامل مع الموقف بطريقه افضل. صحيح. ليش؟ لانك انت اللي برا. يعني طريقته لما نستدعى حسن حمزه انه يروح يسخن وراح ويبين حق الناس ان حمد اخطا، انت جالس تبين حق الناس اني انا ما اشوف ان هذا صح. انا معاك في هذا صحيح. وترى حمد ما اخطا، هو ما اخطا، هو تصرف بطريقه جرأة من حمد. بس انا وكل حراس يسوونها، يعني يسووها مساله طبيعيه. انا ممكن شويه يعني تاخذها بزاويه ثانيه، اخذها بزاويه ثانيه. اوكي انت خذها بزاويه ثانيه حسب ان انا بعد انا يعني ما انت باولو سوزا الحين. اوكي ما راح اختلف وياكم انا، بس لكن اخذها بزاويه ثانيه. انا مو مع شخص يخرب لي المنظومه. اتفق مليون بالمية. يعني انا احب النظام. انا كانسان يعني ممكن اجيب بالوقت المناسب، اتمرن بالوقت المناسب، اطلع بالوقت، ما عندي ممكن. كانسان احب الانضباط. فانا مو مع انه ممكن واحد يخرب لي المنظومه. هسه حمد هو ما اخطا، تصرف احيانا المدربين ممكن ردة فعله شويه كان بها مبالغه يعني انه، بس احيانا انك انت تقوم حارس وتخليه يسوي تسخين. مثلنا احنا مثلا انا من قبل من كنت او سمعه من اقوم مهاجم دا يسوي نلعب مهاجم واحد سمعه دا يلعب وقوم له مهاجم. ايش دا انطياني؟ دا انطي رسائل لاسماعيل اصحى يا اسماعيل. صح. احيانا يقوم مهاجم يخليه يسوي حمايه وبعدين يقعده. فانا اشوفها من هذا الباب. اشوفها انه حتى اوكي ممكن ردة فعله شويه الطريقه وراح اتكلم مع المساعد والمساعد راح له والهذه، لكنه انا اشوف بالمقابل انه المقبالي يؤدي دور جدا مميز. لاعب بدا ياخذ وضعه في المنتخب، بدا ياخذ وضعه بشكل كبير مع النادي. انا اشوفه جدا طبيعي. ما اريد انطي الموضوع اكبر من حجمه. ليش؟ لانه هي ما صارت مشكله. صح. لا صار خطأ من اللاعب صح. ولا صارت مشكله بين اللاعب والمدرب. وهذا العتب ترى يصير طبيعي جدا. احنا ياما ضاربنا مع المدربين وياما تمشكلنا مع المدربين وتمشكلنا بيننا وبين اللاعبين احنا. لكنه الفرق اليوم المشكله بدات تطلع. صح. قبل احنا بوقتنا كانت ما تطلع. صح. يمكن 6 كاميرات 8 كاميرات. اليوم عندك 20 25 18 كاميرا موجوده في الملعب. فانا اخذها من هاي الجزء. انا ما اريد اللاعب ممكن. وبالمناسبه انت لو تجي على نادي شباب الاهلي كنظام داخل الملعب وكواجبات ترى الكل ملتزم. صح. فهذا يعطي انطباع ان المدرب شخصيته فارضها وقويه على الكل. صح. فانا ما اريد لاعب شويه يعني يسوي خلل بالمنظومه فقط. مليون بالمئة. انا اسبن هي المقصد والهدف من هالموضوع انك انت لا تلوم طرف وتخلي طرف. حمد غلط، نعم حمد غلط، انك انت مفروض انك انت ترفع ايدك سوري كوتش، انتهى الموضوع تمام خلاص. يعني هو حتى حمد شويه تنقص او هذا اشياء يعني مع الخبره. لكن اللي ينحسب واللي انا ابغي ارجع له في هالموضوع انك انت اليوم لازم تشوف الطرفين. ترى بالمناسبه منو اللي عنده خبره اكبر؟ منو اللي المفروض يعلم؟ المدرب. صح. فانت اليوم لا تستثير، لان المونيا الدور اللي سواه المونيا يبين انه خبره. هدى الطرفين، سحب اللاعب كلمه قال له اهدى. هذا النوعيه اللي احنا محتاجينها. ما فكر في مصلحته مع المدرب وعلاقته، ولا فكر انه يخسر اللاعب لانه هو مدربه. فهي اليوم مثل ما قلت لك الدور اللي سواه المونيا نحن لازم نكون في نفس السايد. صح. لا نظلم المدرب، توازن يكون، لانه يمكن المدرب بعد كلمه في التمرين. احنا ما عشنا وياهم في التمرين. قال له لا تسوي الحركات، شوتوا الكرة على طول. عرفت؟ يمكن في اشياء مبنيه لان رده فعل المدرب مش رده فعل طبيعيه، انه شيء صار قبل. اسهل شيء احنا عندنا مثل بالعراق، اسهل شيء انك تسوي من الحبه كبه. ايوه بالضبط. يعني ما انا اشوفها طبيعي، جزء طبيعي. المدرب قاعد يدرب فريق وفريق كبير وده تلعب يعني مباراة جدا حساسة ومباراة جدا مهمة. والنتيجة كانت والوصل كان أخطر بعد. أنا أشوفها طبيعي جدا يعني. فالمهم أنا أشوف نرجع حق صلب الموضوع. صح؟ صلب الموضوع كوجهة نظر يعني. باولو سوزا صحيح أنت تقول
ما يبي احد يخرب له المنظومه والنظام في ارض الملعب. صح ولا لا؟ انا سؤالي، هذه الحركه اللي سواها حمد المقبالي لو امام البطايح وانت فايز 4 تقعد تسوي الفيلم اللي سويته كله هذا؟ لا تختلف لانه لا تبين حق الناس. لا هو مو فيلم. صح والله انا وياك. لا تبين حق الناس. اليوم انا بعطيك مثال، اذا انا في الملعب وانت لعبت لا ابو ضياء لا المثال غلط. اشر حق الجمهور. المثال غلط. اقول حق الجمهور لا المثال ليش تلعب لي باص غلط؟ اسمح لي، المثال غلط. حلو الكلام. هو دا يلعب ضد الوصل. لا قاعد يلعب امام الوصل. لا طبعا منافس مباشر يا حبيبي، انا دا يلعب ضد الوصل ويبي يضغط لعيبته. فاليوم حمد ما عمل هذاك الخطأ الكبير اللي يخليك تعمل كل لا انت ايش تريد؟ يلعب ضد الوصل، ايش تريد؟ يقعد على المصطبة؟ لا بالعكس، انا امانه انا لو يوقف على الخط، لو يوقف حق حمد. تدري ليش؟ كنا صفقنا له، كلنا نصفق له. واثق من نفسه. حلو. لو مو بواثق من نفسه كان ما عمل هذه الحركه. لا بس حمد اكبر الحراس العالميين يسوونها. انا لو عندي تنم عن شو شخصيه حارس في ارض الملعب امانه. عشان ننهي هذا النقاش. ابو ضياء كمل انت كملت. بالمناسبه حمد ورا هاي الاكشن اللي صار وراها بدقيقتين خطا الكره كانت براسه وما كحد عنده براسه، راد ينطيها المدافع انطاها للمهاجم. صحيح. هذا الخطا انا ايش تريدني؟ انا دا العب ضد الوصل، ايش تريد؟ بس خليك من تسبب هالخطا. خليك اكمل. مدرب طلع من لا ماكو شيء اسمه خليه كمل. ماكو شيء اسمه طلع لو سمحت. ماكو شيء اسمه طلع. اكو لاعب لابد انه يتحمل مسؤوليه. هذا لاعب تقدر تقول عليه لاعب خبره بما فيه كفايه، لعب مباريات جدا قويه مع المنتخب، يلعب مع فريق كبير، يتحمل الضغط ويتحمل الاخطاء. مو فقط هو عن نفسه، يتحمل المجموعه. كره القدم كره جماعيه مو كره فرديه، انت ما تلعب وحدك. وراها بدقيقتين خطا المقبالي، مش معناته انه المدرب ضغطه وخلاه قال له اخطا. المدرب ضغطك لانه يريد يطلع، المدرب يريد يطلع من عندك كل شيء صح. بالمناسبه ترى المقارنه غلط. المثال اللي انطيته تقول لي مع البطايح، مع احتراماتي للبطايح، انا دا العب ضد الوصل فريق منافس الي. لا عفوا، بس انا ما قاعد اقارن. لا انا قاعد اقول لك الفروقات فرق الحالتين. انت اعطيتني مثال. كل الكلام فرق الحالتين. فرق قوه المنافسه بين فريق انت قبل فايز عليه بس ما هذا المثال. هاي النقطه اللي يتكلم عنها ترى نشأ. انزين انت يوم بتيجي تلعب، سوري انا اتدخل، يوم بتيجي تلعب ضد البطايح، يوم بتخطأ ضد البطايح انت تقدر تعوض، بس يوم بتلعب مع فريق كبير اللي داش عليه هذا الشيء ما تقدر انك انت تعوضه. المباراه كانت في الوقت اللي احنا قاعد نتكلم عن تعويض وقاعد نتكلم عن لا نحن نتكلم ليش هو نرفز. نحن نتكلم ليش هو نرفز المدرب. احنا مو بياسين نطلع المدرب بعد غلط ولا نطلع المقبالي غلط. هذا قياسا على الظروف الراهنه اللي كانت في المباراه، التوقيت اللي سواه الوصل كان افضل واخطر. خطا حلو وبس، وبعدين عصب. لا المهم الشباب الاهلي شو نقاط الضعف اللي ممكن تظهر عند شباب الاهلي في الجولات القادمه؟ اروح اني احكي اني روح روح عيني عشان نخلص روح روح عيني. شباب الاهلي، يعني شباب الاهلي صراحه واحد من اكثر الفرق اللي يدوخك داخل الملعب، لانه الحلول فيه يعني ما شاء الله تبارك الله. لا احنا قاعد نتكلم عن نقاط الضعف اللي ممكن راح اتكلم. خلينا نتكلم على القوه وبعدين راح ارجع لك على الضعف. والضعف انا عندي يعني مشخصه يعني واضح جدا. لانه الحلول اللي موجوده خصوصا بالجوانب الهجوميه وعمليه انه يعني عمليه كيف توصل الكره وكيف انك انت تخلق كره مكتمله جدا. كارتابيا على يوري على بالا على ممكن اقلهم اللي هو سياو في المقدمه، هو اقلهم ككواليتي. انا اشوفه هو اللاعب الوحيد اللي مو راكب مع المنظومه واللي مو راكب مع المجموعه. صعب جدا من انت عندك 3 صناع لعب او 4 صناع لعب و4 وراك يعرفون شلون يخدموا لك وهذه، وانت ما تقدر تخلق لك فرصه، او انت ما تقدر انك انت تستغل من هجمه واحده. انت لازم مع المجموعه اللي عندك لازم تكون مركز مو 90 دقيقه ولا 100%، تركز 200% حتى انك انت تظهر، حتى تكون مع المنظومه. فالحلول اللي موجوده في شباب الاهلي مميزه بشكل غير طبيعي. انت تتخيل فريق فايز 2-1، مدرب يسحب اميز لاعبين بالفريق، يسحب يوري وبالا وكارتابيا، ينزل 3 لاعبين يصنعون بشكل كبير ويغيروا من نتيجه المباراه، اللي هم غساني وسلطان ومحمد جمعه.
ثلاثتهم اشتركوا بالهدف الثالث. صحيح. طلعت الكرة من سلطان، راحت الغسان راحت لمحمد جمعة، والهدف الجميل اللي سجله محمد جمعة. الشيء السلبي اللي انا اشوفه في الاهلي، واللي هو واضح وضوح الشمس، لو اي فريق يضغط على شباب الاهلي في منطقته راح يعاني بشكل كبير بعمليه خروج الكره. لو نشوف مباراه امس، متى ما الوصل ضغط على الاهلي كان يعاني بعمليه خروج الكره، لانه ما عند اللاعبين اللي يقدرون يستلمون تحت الضغط، خصوصا في وسط الملعب. اي نعم، اللاعب سعيد عزت الله واحد من افضل اللاعبين اللي عنده الكره، من عنده الكره، لكنه في عمليه استلامه وخروج الكره انا اشوفه ضعيف جدا، فكان يعاني بشكل كبير. اي فريق راح يجي ويضغط على شباب الاهلي وحجمه في منطقه الجزامات او خلاه انه ما يطلع الكره وما يخرج الكره من الخلف، راح يعاني بشكل كبير. والوصل في الشوط الاول كان مميز بهذه الحاله، ضغط بشكل كبير. يعني انت تشوف انه هو يعاني في بناء الهجمه، في خروج الكره من حاله الضغط. وانت كابتن سماعيل شو تشوف؟ انا اللي اشوفه في شباب الاهلي يعني في شباب الاهلي وما بفريق كامل، بس صحيح. شباب الاهلي عارف انه كيف يحول نقطه ضعفه الى قوه، وهذا اغلب الفرق. بمعنى اليوم انا عندي قوتي الهجوميه تخلي الفرق انهم يحسبون حسابي ورا وما يركزون انهم يضغطوني قدام. فالفريق اللي عنده جرأة وبيتجرأ انه يضغط شباب الاهلي ممكن يسبب له مشاكل. نعم لان انت تشوف حتى البارحه الوصل خلق ترى فرص كثيره في المباراه جدا، لكنه ما عرف يتعامل مع الفرص. يعني الوصل البارحه لو كان عنده امكانيات افضل كمهاجم كان يمكن يحرج شباب الاهلي، لكن شباب الاهلي من الفرق اللي قادره كل امانه سجل فيه هدف يسجل فيك ثلاثه يرد. صحيح. لان الخيارات ما بارك الله ما بنحسدهم ما تخلص ما شاء الله. يعني انت اليوم يحيى الغساني واحد من ابرز نجوم المنتخب الاماراتي. نعم صادق. تعتمد عليه بشكل اساسي. صحيح. هو في دكه البدلاء، فاتوقع ان شباب الاهلي نقطه الضعف فيه. انا ابغي اختم هذه المباراه بكلمه واحده الصراحه. احيي واصفق للعين اللي اختارت محمد جمعة المنصوري ويابته من نادي راس الخيمه لنادي شباب الاهلي. هذا اللاعب سبق تكلمنا عنه. العين تعرف ما انت؟ اعرف العين هتعرفها شكلك. لا خيارات عديده هالعين تعرف تختار. لاعب يندرج من عائله كرويه، عرفت؟ لاعب يقرب حق لا يكون يقرب لهم قوم نجم. نعم نجم المنصوري عمه جمعه، ابوه كان لاعب في الظفره في نادي راس الخيمه. عمه الثاني عادل درويش اللي لعب في العين كان تذكروا الامارات من جيلنا. ايوه نعم. فاعتقد هذا اللاعب كل ما يدخل الملعب يفرق، وكل ما يدخل له بصمه وعنده رغبه انه يعمل اي شيء له 5 دقائق. فرحة باولو سوزا بالهدف اللي سجله أكثر من فرحة اللاعب بنفسه لو لاحظتوا معاي، خاصة بعد تسجيل الهدف. مباراة الجزيرة دخل هو وسلطان عادل كان تذكرون تكلمنا عنه، صنع الهدف الأول. اليوم أنت أمام منافس مباشر الوصل، مباراة قمة حلو، وأمام من أفضل 3 مدافعين في دورينا، وتعمل هذه الانطلاق وهذا الاستلام وهذه التسديدة بالقدم الغير المفضلة اليسرى، فتحسب لك. اتمنى الاستمرار وان شاء الله يبعد عنا العين ويبعد عنا الاصابات، ويكون الله يوفقه هجوميه قادمه للكره الاماراتيه ويتواضع ان شاء الله ويساعدونا صراحه. فرحه مو بس المدرب حتى دكه البدلاء، كل اللاعبين كلهم لاعبين. يوري اول واحد دخل للملعب. فاتوقع ان هذه الروح بعد تعكس الاجواء الايجابيه اللي تساعد اللاعب الناشئ او الشاب اللي ينعطى فرصه انه يتألق. هذه بعد مكاسب من تعتبر من المدرب واللاعبين بالضبط، لانك انت بالتخمه اللي موجوده عندك اللاعبين، وانك تتآمن بلاعب. صح. تآمن بلاعب قبل ما يبدا الموسم. هو مهاجم رقم 5. نروح للوحده والشارجه وتعثر الوحده في توقيت حساس جدا. والسؤال اللي طرح نفسه، ليش ما قدر يحسم المباراه وفي ملعبك وامام الشارجه زين وامام مدربك السابق مورايس؟ خلني انا اتكلم فيها. ليش تضحك اسماعيل؟ لان انا بجاوبك. زين
عطني. اول شيء دع القياده وتمتع. أيوة صح. اولا انا ما اشوف الوحده تعثر. ما تشوف الوحده تعثر؟ لا. ليش؟ لأن انت على ملعبك خسران نقطتين من أهنيك. فريق مركز صح. بقول لك ليش. زين. يلعب اليوم انت خليك من مركز الشارجه. انتوا اليوم متفقين ضدي ولا شو بالضبط؟ لا انا عارف انك انت من الشارجه فانا بنجلدك شوي. لا ما يخص. اليوم نحن هني محايدين. نحن اليوم محايدين. ولكن انا بعد كمل بعد راح ارد عليك راح اقول لك اللي عمل. انا على فكره شوفه زي كمل. لا انا اللي اقصده من كلامي دائما نحن ننظر حق وضع الفريقين، ما ننظر حق قيمه اللعيبه. في امكانيات تساعد ان ماجد سرور انا كنت دائما اقولهم من اقوى اللاعبين في نص الملعب. يعرف كيف سجلت معه. شوف سرور كمل. بقول لك ماجد سرور انا اقول لهم عنده امكانيات، واتمنى اذا يسمعني بعد تكتبون من وراي وتحضرون من وراي. زين انا ماجد سرور لو هو يسمعني الحين، انت عندك امكانيات انك انت تكون لاعب ارتكاز رقم 1، مو بس على اللاعبين المواطنين، على اللاعبين الاجانب. بس انت لازم انك انت تثق في امكانياتك. صحيح. لانه هو عنده كل الامكانيات. عنده. والشيء الثاني تصاعد صراحه مستواه. والشيء الثاني دائما اللاعب ترى محتاج ثقه من مدرب مهما كانت امكانياتك. اللاعب بدون ثقه ما يسوى حتى قيمته. لو كان ما بقول ميسي، خلينا نقول كريستيانو رونالدو، شفناه مانشستر يونايتد وشفناه في النصر السعودي. كل السنين والخبرات، يوم اللاعب ما يحس انه هو معطاي الثقه تنقص من قيمتك، لانك انت تبدا تهز الشك يبغى يدخل في نفسك وما تقدر تقدم. الثقه مهمه. ماجد سرور اليوم المدرب اعطاه ثقه، كورنادو المدرب اعطاه ثقه، مورايس اللي سواه في الشارجه انه عطى اللعيبه الثقه اللي هم كانوا محتاجينها. حرر اللاعبين. المدرب السابق كان ياس يتضارب مع اللاعبين، فلسفه زياده. صح. عرفت يعني يبين من الجوله الثانيه انا اقول لهم هاللعيبه مش مرتاحين حق المدرب، لانه يبين. اليوم الشارجه يمتلك افضل لاعبين، هو الشباب الاهلي كقيمه فنيه كبدلاء. يعني انت اليوم تشوف خالد بوزير من اللعيبه اللي انا اشوفه من افضل اللاعبين المواطنين الشابين اللي طالعين في صناعه اللعب. خارج القائمه. فانت عندك امكانيات. الشارجه عنده امكانيات. الوحده ما تعثر. الوحده رجع حق المباراه. الوحده تعادل وكان خسران، اتوقع فيه ايجابيات كثيره. الوحده عنده فرصه، وفتره الانتقال الشتويه لازم انه يدعم صفوفه يكون افضل. انا تفضل. يعني سلمت عليه لانه الاصعب مباراه للوحده كانت هذه مباراه. ليش؟ لسبب انت واحد. بعد معاه ان الوحده ما تعثر؟ لا، تدري ليش؟ لسبب واحد، انه اللي يدرب الشارجه هو اللي بنى الفريق، عارف، هو اللي استمر مع الفريق لمده 8 جولات 9 جولات. تمام. هو اللي خلى الفريق يكون موجود في المركز الثاني وينافس على بطوله الدوري، ويعرف كل مكامن القوه اللي موجوده في الفريق، نقاط الضعف ونقاط الهام. احنا من بدايه الموسم شنو قلنا؟ زين المساعد بس اللي ماسك الوحده مساعد مورايس. بس خليك اكمل. بس ليش الاتجاه المعاكس هو؟ لا وياك. الراي الثاني. احنا مشكلتنا قلنا كنا نقول انه الكره متى توصل تادتش. حلو. شنو مشكله الوحده؟ مشكله الوحده انه الكره تطلع من روبن وتوصل التادتش. شنو سوى مورايس؟ خلى كوامي مع روبن وخلى سرور مع تادتش. شنو صار بالوحده؟ ضاع. مباراه صارت عباره عن ركض. يعني غياب تادتش غابت الحلول. اي طبعا. ليش؟ لانه الكره من توصل التادج راح يلعب عمر. متى ما وصلت الكره التادج لعب عمر، لانه اللي موجودين حول تادج ما يخلقون الفارغ مثل تادج مع عمليه الاستحواذ وعمليه نقل الكره وعمليه انه يكون محطه للفريق. الكره ما كانت توصل. بناء الهجمه دائما الوحده احنا نشوفها روبن تطلع الكره من روبن وبعدين تنتقل تروح على تادج. اليوم نزل كوامي مع روبن، حجم روبن وكانت الكره ما تطلع من جهه اليسار، وتادج سرور صراحه 10/10، لاعب مميز، لاعب مقاتل، لاعب مدرب. ممكن هسه تشوف تدخل على التقييم مالته تشوفه 6.5
والجمهور لو يدخل يعني البعض يدخل ويشوف هذا التقييم ايش راح يقول؟ راح يقول سرور ممكن أسوأ لاعب في الفريق. لا، سرور افضل لاعب في الفريق. ليش؟ لانه دائما في كل فريق انت مو كل الفريق تريده فلاسفه، صح، مو كل الفريق تريدهم دكاتره وتكونوا مع عقولهم والى اخره. هذا ما يقلل من قيمه سرور، لكن انت تحتاج لاعب يكون لاعب فريق ولاعب مدرب. سرور لاعب فريق ولاعب مدرب بالحرف الواحد. كل اللي طلبه من عنده مورايس سواه في الملعب. خروج كوامي تحرر روبن، بعد ما خرج كوامي دقيقه اعتقد 73 تحرر روبن، وبدا حتى نشوف روبن في منطقه الجزاء. وبعد ما دخل لاعب الوسط الثاني في اللي سجل للشرطه بوبليتي، بعد ما دخل بوبليتي تحرر تاديتش. انتم تقولون ما تعثر، انا اشوف ان الشارجه تفوق ومورايس تفوق على مساعده. ليش؟ اكيد لانه مورايس اعتمد على فكره المان تو مان في نص الملعب. حلو، خلى ما يسرون مع تاديتش والغى خطوره تاديتش. ليش؟ لان عارف مصدر الخطوره اليوم في الوحده تاديتش. بالمقابل شو اللي عمل؟ عطى الحريه لايغور كرنادو وبوبليتي اوكي انه يعملون الزياده العدديه خاصه في الهجمه المرتده. والدليل الهدف اللي سجله بوبليتي، احد كان يتوقع ان بوبليتي يوصل 18 الوحده؟ هذه نقطه. قبل الهدف في حالتين بوبليتي طلب الكره ب 18 وطالت عليه. صح. انا استغربت، قلت بوبليتي شو مودنا هناك؟ بعدين استوعبت فكره مورايس. كان من المفترض اليوم انت يا تاديتش انك ما تسلم عمرك لماجد سرور بهالسهوله. كان مفترض انك تخلق مساحه لزملائك، بمعنى يا انك تنزل وتطلب الكره وتفضي النص لعمر خريبين او احد الاجنحه ويطلب بالعمق اللي هو تفريغ العمق عشان تشكل مشكله لدفاعات الشارجه، وهذا ما حصل من قبل تاديتش. تاديتش اليوم استسلم للرقابه اللي تكلم عنها نشأت وشكل هذا الخلل في انا شبهت انا تلخبطت بين بيرو وبين بيرو عقب دش. انا تلخبطت. عموما تقدر تقول يعني ان الوحده اثبت لنا من هذه المباراه انه يعتمد بشكل مفرط على تاديتش، والفريق في حال غيابه راح يتعطل اذا راح يواصل على هذا الفكر وهذا السيستم. النقطه اللي انا كنت بتكلم فيها من البدايه، بدايه نحن يوم بنتكلم عن تاديتش، عرفت؟ وانا اقول لك يعني مشكله الوحده، سامحوني شوي اليوم انا بتفلسف. انت كنت بتلعب الوحده 3-5-2 الاسبوع اللي طاف. اكيد يوم بنتيكا بعدني مصر على، بس المشكله الكبيره اللي انا بتكلم فيها شوفها صانع اللعب تاديتش. صح، اذا انت اليوم تلعب باسلوب واحد وخليت الوحده اليوم كلهم الوحده اللعيبه كلهم يثقون تماما ان نحن ما نقدر نوصل الا اذا الكوره استلمها هذا اللاعب. نعم. انت بتواجه مشكله. اقول لك شغله سريعه، هذه المشكله الوحده اليوم. انت تدري ان مورايس قدم هديه حق دورينا وقال حق الفرق تبون توقفون الوحده يودوا تاديتش وخلاص. اي شوف مو لهذا السبب انا اقول لك لهذا السبب انك انت ما يصير، يعني انا عن نفسي ما يصير انك انت تقسي على الوحده. صح. ليش؟ اول شيء مباراه حساسه جدا كانت لسبب واحد. قصه عليهم. لا هو لا تقولي ما تعثر وانت منافس. لا ما تعثر. الشارجه نفسها قبل 4 أدوار صار الحين بينك وبين لا سؤال الشارجه نفسها. ما قاعد نتكلم عن المنافس، نتكلم عن الفريق انه خسر نقطتين. لا ما يخالف. انت الوحده انت الوحده ضد لاعب ضد منه؟ ضد الشارجه نفسها قبل 4 أدوار. صحيح، انا ما مختلف، مو نفس اللاعبين قبل 4 أدوار. اليوم الشارجه مختلف، ليس منافس مباشر اليوم. ما له دخل بالمنافس يا ابو. انت ممكن لا احمد ابو ضياء، ممكن الشارجه بعد 4 أدوار، ممكن بعد 4 أدوار اذا اخذ 12 نقطه وين راح يروح الشارجه؟ بيوصل الشارجه بيوصل. أيه. صح ولا لا؟ لو اخذ 4 روح الشارجه، بس محتاج شويه مورايس يفهم اكثر اللعيبه، وطبيعي يحتاج وقت. فانت لو فاز 4 مباريات تاخذ 12 نقطه ما راح تشوف الشارجه موجود بهذا المركز. كابتن نشأت مشكله كابتن احمد انه ما اخذ الفرق على جدول الترتيب. صحيح، هذا اكبر مشكله. لان بعض المشكله يقول لك صحيح. ايه ترى هو فاهم. لان الاغلب ياخذون على نفس الموضوع جدول الترتيب.
انا اشوف على قيمه المنافس. ترى اوقات انت ترى الظروف هي اللي ما تخليك انت في مركز متقدم، مو لانك انت سيء. نعم صحيح. فاليوم انت خسران 1-0 وعلى قيمه لاعبين نادي الشارجه. كايو ما كان في يومه، من أسوأ المباريات اللي لعبها كايو. صح. في أسوأ ظروف بعض اللاعبين، لوان ما كان ممتاز، وانت هالفريق ياس يسبب خطوره للوحده ويهاجم الوحده وتدخل بدلاء يضيفوا حق المباراه. فاتوقع ان اليوم انت تقدم الشارجه عليك وعودتك في المباراه في الظروف اللي كان افضل لعيبتك مو في حالته او مصدر خطورتك في نت، يعني ما كان موجود في المباراه بالنسبه لي انا، وقدرت انك تتعادل. بالعكس هذا مكسب لك انت، لان هاي النقطه اعطتك بعد امل انك انت تقدر انك انت تقلل الفارق ويستوي نقطتين بينك وبين العين. لا مو بس اليوم انت تكسب المباراه العين، المباراه اكشفت لك امور انت تقدر تعدلها. تعالج. لا سؤال هسه اي فريق اذا يلعب ضد به راح يفوز داخل المباراه فايز؟ لا لا مستحيل. خلاص في اكو منافسه شرسه من كل الفرق انا اشوف، بغض النظر عن الترتيب. بالضبط. صحيح. نروح لمباراه فريق الوصل. ابتعد عن المتصدر فارق 8 نقاط بعد خساره امس. السؤال يطرح نفسه، هل الوصل بشكل الحالي قادر على منافسه العين وشباب الاهلي والوحده فنيا؟ وين الخلل الحقيقي اللي في فريق الوصل حاليا؟ الوصل يبقى مهاجم. انت اليوم احنا كنا نتفق اليوم في كرة القدم. هذا زين، انا برد عليك الحين بقول لك الاهلي ما عنده مهاجم. انا بقول لك ليش. صح؟ التنوع اللي موجود في الاهلي غير الوصل. قيمة امكانيه. فرق بين مدرب ومدرب. فرق مدرب. يعني يعوض غياب المهاجم. انا البارحه يوم امس انا مو مع خروج علي صالح ابدا. يعني انت تطلع علي صالح تنزل ليما مو قادر يركض يعني مثلا، او مو قادر يخلق الفارق. يعني اوكي ليما انت محتاجه بغرفه الملابس، محتاجه في الدكه، لكنه مباراه هيك حساسه، مباراه تيمبو مالتها جدا عالي وفيها سرعات جدا خطيره. انا ما انزل لاعب يعني اوكي مهاريا ممتاز لكنه في بطء عنده مو قادر ينقل الفريق من منطقه الى منطقه. عكس علي صالح كان يسوي سرعات، كان ملتزم بالجوانب الدفاعيه، مؤثر بالجوانب الهجوميه. فانا حتى في بعض التغييرات يوم امس انا اشوف لو تعامل معها المدرب في هذه ممكن ما تروح من عند المباراه. زين يعني السؤال، هل تشوف اسماعيل هي نوعيه لاعبين ولا افكار مدرب؟ عادي اضيف بس نقطه قبل على كابتن نشأت قال كلمه وايد مهمه. انت طلعت علي صالح، دخلت ليما في مباراه تيمبو فيها عالي. اصعب شيء على لاعب كره القدم انك تدخل الشوط الثاني. صح. نوعيتنا نحن صناع اللعب يبي له وقت لما يحر. يا مت انت داخل الرتم عالي. والله اتذكر والله اتذكر لعبه احنا نلعب العراق واستراليا كاس اسيا 2011. فقصي منير تعور، فعندنا لاعب وسط فعندك، فالمدرب قال له قوم سوي تسخين. يقول انا 15 دقيقه اسوي تسخين وادعي يا ربي ما العب. قلت له ليش؟ يقول لعبه سريعه. ترى في لاعبين انت لازم اليوم تختار اللاعب اللي يقدر يدخل مع المجموعه بسرعه. يعني في لاعب ويجاري الرتم. في لعيبه ما تدخلها الشوط الثاني الا اذا المباراه انت متقدم فيها 3 تقدم 2 عندك افضليه، تريد تبى تاخر لعب. وليما من هالنوعيه، لان لاعب الخلل في نوعيه اللاعبين. مو بالخلل المدرب مسعود شوف يحتاج. انا مسعود محتاج. انا اتوقع ان كمدرب اليوم ممكن ما عنده وما كم صار له، يعني تحس انه ما وصل للجاهزيه اللي تخليه يمسك فريق بحجم الوصل. لا مساعد يبقى مساعد. انا اشوف مع فريق مثل الوصل مع فريق مثل الوصل وفريق تريد تنافس على دوري، انا في وجهة نظري يحتاج انك انت يكون اكو مدرب اجرأ، يعني صح. عنده جرأة اكثر. اوافق الراي. انا اشوفه في مباراة الشباب الاهلي فكر في نقاط قوة شباب الاهلي اكثر مما يفكر في نقاط قوة فريقه. في مدربين عالميين. في الشوط الاول، في الشوط الاول تميز في عملية الضغط، في عملية انه كيف وظف الفريق، لكن ما تعمل ودخول الفريق الوصل الشوط الثاني بهالتشتت. شوف المباراة 90 دقيقة مو فقط بس للمدرب حتى للاعبين، لكنه اللي يتحرك بالمنظومة واللي يقدر يعمل روتيشن داخل الملعب ويشوف الخلل وين
وحتى عمليه التوظيف المدرب اللي موجود والمساعدين اللي موجودين. م. في الشوط الاول انا اشوفه تميز، في الشوط الثاني ما قدر يتعامل مع المباراه، ولسبب واحد حتى ما اكون قاسي على المدرب. لو تقارن بين دكه البدلاء اللي موجوده في شباب الاهلي ودكه البدلاء اللي موجوده في الهلال، لا حتى شباب الاهلي، لان شباب الاهلي من غير التغييرات حتى اللاعبين الشباب اللي نزلهم غيروا من شكل الفريق. فالكواليتي بس الصفقات اللي سواها الوصل بالصيف كانت مليئه صراحه بالاسماء هذه هو النجوم. عدم التوفيق بضياء لكن في المشكله النتائج ما قاعد تعكس هذه. راح نرجع للنقطه اللي قلناها على شوت لاعب العين. تأقلموا اللاعبين، ما دخلوا بالاجواء، هذه اشياء تصير يعني. صار ابديت للاعبين، ادابتيشن العفو، انه دخلوا للمنظومه، دخلوا الاجواء، راحوا مع وضعيه الفريق وروح الفريق، انك انت تدخل بهاي التفاصيل الصغيره. انا عندي وجهه نظر بخصوص نادي الوصل. يلا عشان نختم الوصل. شوف يعني اليوم انت من الصعب انك انت تلوم المدرب كونه هو اصلا تقول انت لا تبي تلوم مدرب الوحده، لا تبي تلوم مدرب الوصل. انا انسان واقعي. انت فقيه. انا لازم شوف اسمع خليك نصير مدربين. انا مو نصير مدربين. انا نصيب الواقع. لانك انت اليوم اكبر مشاكل نحن نواجهها تشخيص الحالات. في حالات انت لازم انك انت تأيد فيها المدرب، في حالات لازم انك انت فيها تنصرف منها فيها منو اللاعبين، في حالات الاثنين يكونوا مشتركين في الغلط. المدرب يا في خلينا نقول ما عنده خبرة تدريب ومسك الفريق في وقت حرج، اللعيبة ما كانوا في أفضل حالاتهم، الفريق يمر، الوصل بدأت نتائج تتحسن، تقدم البارح على شباب الأهلي، ثاني فريق يسجل على شباب الأهلي الوصل. صحيح. من بعد العين في غيارات، في اختيارات أو تغييرات سواها المدرب، هاي خبرة ويبقى لها وقت، لكن الوصل محتاج انه يدعم فريقه بمهاجم نوعية المهاجمين اللي عنده السرعة، يقدر يخلق مساحة لنفسه، ما يعتمد بشكل كبير على الفريق، وتجيب لك واحد ثاني بطريقة انه هو المحطة، لان انت عندك فريقين يعني. ليه ما حبيت جزئية انه ثاني فريق يسجل على شباب الاهلي. انا اقول لك الاهلي تخيل لاعب كم مباراة، 11 مباراة على جولين. في كورة المفروض يعني هذا يعكس شخصية المدرب. 7 مرات الكورة طلعت، ما شفت انا شفت في كورة اللي طلعها المقبالي في النهاية، الوصل يمكن 4 مرات يشوتون الكورة في الجول، طلعها مدافع دق في الحارس، يصدها الحارس، يشيلها المقبالي، يطلعها المقبالي من الجول. فأتوقع أن الفريق يوصل، لكنه محتاج ثقل أكثر. يعني نفس الحين شباب الأهلي الفريق وايد ممتاز صح، خاصة بس في الثلث الهجومي، بس لو سردار موجود مباراة ما تقول مخلصة. في مباريات وايد مخلصة نفس العين قبل ما موجود رحيم، لو موجود رحيم المباراة النتيجة 1-0 شباب الأهلي. إذا سردار موجود أكيد سردار نروح قمة الجولة القادمة والله العين والوحدة. والله تقدر تقول هذه قمة الدور الأول. هاي هنا احنا لازم شو نسوي؟ ابو ضياء لازم احنا شو نسوي هنا؟ نشأة طبعا هذه القمة انت سوق لا راح تفتقد أحد نجومها اللي هو كابتن اسماعيل. الجمهور لا الجمهور ما يحتاج، الجمهور يحضر في هذه القمة. فكابتن اسماعيل نشأت راح نفتقده في هذه القمة صراحة، راح نفتقد إبداعاته، الأسيست اللي يتميز فيه، سنة الحياة بعد البليسنج اللي يعرفها. ما ادري المباراة شايف انا جايب بليسنج ما شوف هي المباراة اكيد يعني اليوم من الجميل ان احنا نشوف. ابيك تكلمني عن تحضيرك حق انا لعبت للعين تفكيرك بس ما لعبت ضد الوحدة، هاي المباراة ما لعبتها. احساسك اريدك هيك تعطيني اكيد التحضير لها غير، لان انا لعبت هواي ديربيات ولعبت هواي كلاسيكو يعني على كل يعني بكل دول العالم اللي احترفت فيها اكيد يعني. شنو التحضير؟ انا اريد جزئيه الجمهور ما يعرفها. قد تكون طقوس او اشياء انت كنت تسويها حتى تدخل هاي المباراه. هاي المباراه بالذات ما لي دخل المباريات الباقيه، اكيد المباراه لها تحضير ثاني، بس هاي المباراه شوف هي طبعا لا تقول لي ماكو طقوس ماكو اكيد لازم ما في. شوف مباراة العين دائما المباريات الكبيرة بشكل عام يوم تلعب مع فريق كبير دائما تركيزك يكون مختلف، يعني تحضيرك، هدوءك،
طريقه هيئتك التمرين نفس الاسبوع مختلفه. عرفت يعني في مباريات اوقات انت تي ما تبى تضحك على الاسبوع، عرفت؟ مركز كل كوره في التمرين، كل شوطه على الحارس تبغى تدخل جول، دخل نفسك بافضل صوره عشان تدخل المباراه. انت لا تعوف لي المباريات. انا بس انا اتكلم عن هذه يعني هذه مباراه العين. يعني مثلا كنت ما تضحك، انا مثلا انا كنت مثلا في مباراه مهمه مثلا البس الكساره، كساره ذا غيرها مثلا يخرب عندي السيستم. انت شنو اللي كنت تسوي؟ انا ما اسوي شيء، انا اللهم ان احب اني انا ادخل هالمباراه ما اكون متضايق. حلو. لان اذا انا اكون قبلها بيوم ولا اسبوع كامل، شو اللي كان يضايقك مثلا؟ اوقات تصير يعني تعرف ان شو الامور اللي تضايقك قبل هالمباراه؟ وايد اشياء ترى في النهايه بني ادم انا، يعني انا احاول كثر ما اقدر اني ما ادخل نفسي في مود اني انا متضايق. زين انت تعرف عندك مباراه بعد 3 ايام، عرفت يعني انت احاول انا تضايق نفسك اوقات ترى الظروف، واحد في التمرين والله اخوك متصل بك مسوي صغير غلطان مسوي شيء، يعني هالمواقف البسيطه انا دائما احب خارجيه ما تاثر علي. ما لا تكلمني في مشكله، لا تدخلني في الاجواء، عرفت؟ ما ارد على التليفون، في مكالمات في ارقام تتجنب انك انت ترد عليها. في وايد اشياء، بس شوف حلاوه مباراه الوحده والعين تكمن في شيء واحد، الضغط اللي تجيب لك اياه هذه المباراه. ليش بالضبط؟ ليش انا بقول لك؟ لان هذه المباراه انت من استويت وانت صغير، وفي دائما انا اقولهم مو بس الديربي، يقول لك اذا في فريق لازم انك انت ما تخسر منه هو العين، والعكس صحيح. هذه هي كانت هي دائما بين الوحده والعين. انا ما عندنا مشكله، خلي الحين واحد يجيك واحد من الجمهور. كنت تتخيل انه انت راح تدخل المباراه راح تسجل؟ انا ايه والله انا تسجل يعني مثلا انه انا راح اسجل وراح اسجل بهالطريقه، اوقات تصير مثلا من هذا المكان وبهالطريقه، اوقات تصير، بس انا للاسف العين ما كنت اسجل عليهم وايد. كنت اصنع العب مباراه زينه بس ما اكون وايد اسجل على العين يعني. الحمد لله. شنو راح تتوقعها هالمباراه تكتيكيا؟ سيناريو المباراه كيف راح يكون؟ الحلول اللي موجوده في العين اكثر من الحلول اللي موجوده في الوحده، وما اريد يعني اسبق الاحداث. هي بالاخير مباراه راح تكون جدا كبيره ومباراه حساسه، مثل مباراه امس كانت بين شباب الاهلي والوصل، حساسه واعرف قيمه المباراه، فاكيد قيمه مباراه الوحده والعين راح تكون جدا جدا حساسه. التنافس اللي موجود بين الفريقين اذا كان خارج الملعب واذا كان داخل الملعب، او حتى في ترتيب حلو. التصنيف كذلك اكيد يعني انه راح تكون حساسه. لكن انا اشوف الحلول اللي موجوده في العين، وان شاء الله يكون يعني العين وجود اللاعب الستة الجديد انه ممكن يضيف للفريق ويدخل مع المجموعه حتى يكون اضافه. اللي كان ينقص العين هو هذا المكان، فان شاء الله انه يكون هذه المباراه ممكن راح نشوف وجوه جديده، يعني ان كان في العين كذلك في الوحده ممكن يكون المهاجم لا موجود راح يكون موجود. اعتقد بما انك انت قلت موجود يعني تعرف هالشيء هذا، يمكن تعرف حتى التشكيله. انا ما اعرف التشكيله، ما استبعد. انا ما اعرف التشكيله، بس انا اقول لك يعني اكيد انت اللاعب اكيد يقدر يلعب المباراه، اكيد بيلعب. لا وشنو جايبي حطها قاعده يطلعني انتقالات وانفتحت فلوس وطيناك مؤتمر وسوينا له بعد اطلع 20. زين يصور وياي تاثير الغيابات اللي راح تكون بالفريقين. بالعين راح يغيب رامي ربيعه وسفيان رحيمي، بالوحده راح يغيب المدافع بيمنته. هل تشوفوا راح يكون في التاثير راح ياثر وين اكثر؟ يعني هل يكون في العين ولا في الوحده؟ انا اشوف في الوحده اكثر لسبب واحد، خط الدفاع دائما التجانس فيه صعب. صحيح، خاصة إذا أنت تغير لاعب ودائما يقول لك المدربين يقول لك الروتيشن موجود. أعتقد اللي هو النيجيري أوغو. إيه بس تعرف أنت أوقاتا شوف أنا أقول المكسب الكبير في خط الدفاع الوحدة هو وجود ساشا. لكن اليوم اللي أنا أقصده أن بمنته لاعب خبرة، اكتسب مباريات دولية، يقدم مستويات طيبة، دائما المستوى فيه تذبذب، هذا شيء طبيعي. استمرار اللاعب دائما في افضل حالاته هذا شيء مش موجود في كرة القدم ونادر ما تحصله. لكن اذا بتتكلم عن التاثير دائما الشكل الدفاعي ياثر غيابه اكثر عن باقي المراكز، لان في تجانس وتعرف اي خطا يكلف جول.
ممتاز. زين نروح للتوقعات، واتمنى تكون توقعات بعيدا عن الامنيات. طبعا انت لعبت بالعين وانت طبعا بالوحده. ابي توقعاتكم حق هذه المباراه بناء على المشهد اللي حاصل امامنا خلال ال 11 جوله السابقه. بعد ردي ضحكت. لا اقول حق نشأت اول شيء. فريق يعني بناء على المعطيات والامور الفنيه والاستقرار فني واستقرار حتى لاعبين، ممكن دخول شوت، وهذا انا اعتقد وغياب بمنتا مثل ما ذكرتوا انت والكابتن اسماعيل، فانا اعتقد العين هو الاقرب. اسماعيل تعادل. ليش تعادل؟ بعد راح يقول لي ما تعثر لانه تعادل. ايه يلعب مع فريق متصدر تعادل. انت ما ادري ليش انت عندك النقطه هذه كبيره بعينك. انا لاني لعبت كوره ويا ما خسرت دوري فارق نقطه. تعادلت اذا تعادلت راح تفرق. فارق النقاط راح يتوسع عادي. ترى انا ما اخذ شوف انا اخذت بطوله دوري كنت متصدر فرق 15 نقطه خذوا علي الدوري عادي. يعني الدوري بعد له 4 مباريات ما اعرف عنه. 12 احنا جوله 12 الدوريين اليوم النقطه ما تتعوض، ما يخالف خاصه كمنافس لان المنافسين معاك قاعد يفوزون. اتفق وياك صح. اي بس بالاخير انت راح تلعب. هذه المشكله، فانت حاول بالاخير انت راح تلعب ضد الفرق اللي ضد نفسك. صحيح. خلنا يتذكر كلامه هذا في نهايه الدوري وبنتذاكر بتشوف النقطه تفرق ولا ما تفرق. هذا الفيديو احتفظوا به. ايه تفرق ولا ما تفرق. عموما خبير. اتوقع الافضليه راح تكون حق العين، كون مباراه يعني على ملعبه لا بعدين فريق مستقر اكثر، عنده استقرار فني ومباراه على ملعبه، واتوقع انها ما بتكون سهله، لكن خلنا يديروا بالهم من تدج وعمر. اذن توقعات انا ونشأت فوز العين، وانت تقول تعادل ان شاء الله. ان شاء الله بعد تعادل ان شاء الله. ان شاء الله التعادل احسن ان تخسر. واقعي. اوكي انا واقعي. شكرا لكم كباتن على هذا الحضور الجميل والاكثر من رائع. شكرا لمشاهدينا. شكرا لك انت اعطيتنا فرصه ان نتكلم اليوم. ما ضغطتكم. اعطينا نشوفكم ان شاء الله في خلاص. نشأت ايش رايك انت تختم اليوم ضاغطيك انا وسمع اتفقنا عليه. انت تعرف اسم البرنامج. لا اكيد ان شاء الله، ونشوفكم بحلقه جديده ان شاء الله بودكاست سوبر هات.